عليه بأنه يلعب دور كبير جدا في تقييم أداء البرلمان. ايه اللي تغير في حياة الدكتور علي عبد العال ابن محافظة أسوان، الرجل الطيب الهادئ المثقف؟ ايه اللي تغير في حياة حضرتك بعد أن أصبحت رئيس برلمان مصر 2016، وحضرتك عارف أن هذا البرلمان جاء في ظروف صعبة وبعد ثورة وبعد تحديات كثيرة؟ ايه اللي تغير في حضرتك وفي حياتك؟ والله هو اللي اتغير في حياتي ان حياتي اصبحت حياه غير عاديه، يعني ازاي؟ اصبح وقتي كله للبرلمان، يمكن من الصبح لغايه الساعه 11 12 بالليل. تشتغل كام ساعة في اليوم يا فندم؟ بشتغل مش اقل من 12 ساعه في اليوم. 12 ساعه في اليوم ده الحد الادنى، يمكن او اكثر من كده احيانا. حضرتك عندك أولاد؟ عندي بنت ندى في نهائي طب. نهائي طب؟ طب مش حقوق؟ لا للاسف، مش قانون؟ للاسف انا كانت امنيتي ان هي تواصل الدراسه في كليه الحقوق، هي رفضت تماما يعني. لانه معروف القامات القانونيه الكبيره دايما يبقوا اولادهم كمان قانونيين. ودي كانت امنيتي، ولكن هي اصرت على ان تستكمل دراستها في الطب. ايه اللي اثر او اتغير في حياه حضرتك بعد رئاسه البرلمان؟ مش بس ان حضرتك مش لاقي وقت كافي، او يمكن ما فيش وقت خالص للاسره او لزياره محافظه اسوان، هل كمان في بعض الاوقات حضرتك بتحس بضيق مثلا، اللي هو تلاقي انه حضرتك بيتم انتقادك مثلا، انه اعلامي او وسيله اعلاميه او حد يكتب حاجه فيها انتقاد، فتقول لنفسك يعني انه ليه وضعت نفسي في هذا المكان، ولا حضرتك كنت مؤهل لده منذ البدايه؟ لا، هو النقد هو جزء من اللي بيمارسه الاعلام بالنسبه للشخصيه العامه، فانا النقد على الاطلاق لا اضيق منه على الاطلاق طالما كان نقدا موضوعيا، ولكن في حالات كان فيها النقد مش بالنسبه لشخص علي عبد العال، ولكن كان فيه النقد بالنسبه لاداء البرلمان، ويمكن ده كان انا كنت ارى انه نقد غير موضوعي وبعيد عن التقييم الموضوعي لأداء البرلمان. ولكن هذا النقد لا يمكن أن يثنيني أو يثني عزمي عن مواصلة العمل، لأن أنا بعتقد أن هذا هو عمل وطني أنا بأديه أيا كانت الأضرار اللي تلحق بشخصي، وبكون سعيد عندما أشعر أن هناك إيجابية معينة تحققت من خلال عمل البرلمان. أنا كنت سعيد جدا بإنجاز عمل اللائحة بالرغم من الشد العصبي وبالرغم من المجهود الذي بذل، ولكن يوم الانتهاء من هذه اللائحة أنا كانت أكثر لحظات السعادة اللي أنا بعيشها. أيضا كنت سعيد جدا بانتهاء مناقشة القرارات بقانون، لأن كنت أشعر أن هذه مسؤولية تاريخية كبيرة جدا، ولكن بعد الانتهاء من مناقشة القرارات بقانون كنت سعيد، لأن تخيلي أن 342 قرار بقانون بيتناولوا كل النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية داخل هذه الدولة، لو مضت المدة دون مناقشتهم واتخاذ قرار بشأنهم زي كما تنص المادة 156 ستؤدي إلى فراغ تشريعي وانهيار النظام القانوني. أعتقد أن هذه هي لحظات السعادة لأي شخص يتصدى للعمل العام عندما يشعر أن هناك إيجابية معينة تحقق. ما هي علاقة رئيس مجلس النواب برئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ وهنا كمان ممكن نتكلم